جيب الفتحة المجانية مال أي باكج مال هسه ما نجم أسبوع. أول شي الطب هنا، ثم على فعالية ضد ذكاء اصطناعي، ثم هذه فتحة مجانية أنا لاعبها. تجي تشوف هنا أكو فتحة مجانية، وإذا موجودة هاي الفتحة المجانية إذا موجودة فأنت شنو كل ما عليك إذا أنت مثلا فعالية الدوري الياباني أو فعالية اليورو، هسه مثل ما عندنا فعالية اليورو، إذا أنت عندك لعيب كافيين حتى تلعب لعبتين أو ثلاثة وتحصل هاي، أنا أحط عادي وألعب. شوف ينطون 1100 نقطة، بس شلون تجيب هاي النقاط بسهولة؟ مثلا أنت عندك اليورو، عندك بطولة اليورو اللي هو مال المنتخبات. شوف منتخب راح يعني شوف منتخب يورو أو يمكن حتى كوبا أمريكا هنا ممكن، فراح تسجل لك. أما إذا كانت وإذا ما عندك مثلا 700 نقطة هيجي، روح اشتري 3 لواعب هيجي في الشارع، ومن تجيبي هسه أفهمكم. تجيبهم وراح تسويها على شنو؟ على خطة اللعب، وهنا على هاي اختيار تلقائي، وعلى حسب مكافأة اللاعب إحصائيات، وراح وهاي. هسه إذا كان عندك فعالية دوري ياباني أو برازيلي أو هذني، فمثلا عندك دوري ياباني، عندك هاي فتحة مجانية وأنت تريد تاخذها. شلون؟ أول شي اللاعب طلعت هسه تريد تشتري اللاعب جديد، تطب على عقد، ثم ستطب على قائمة اللاعبين القياسيين، وعلى تصفية، وعلى جنسية المنطقة، على آسيا وأفريقيا، وعلى اليابان. على السعر تحط 0 إلى 5000 جيبي، وهنا وهذولي اللاعب كلهم، وأكو كم لاعب مو من الدوري الياباني. فأنت إذا كان لاعب من الدوري الياباني ما تحط يابان، لا اطلب على دوري على آسيا وأفريقيا وعلى اثنين وهو اسمه، وها هي. مع السلامة، باي باي.